السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني متابعين قناتي وصفات روما وبنات. النهارده جايبه لكم الجلاش الحلو بالمهلبيه بابسط طريقه. مش هنعرف اصلا اذا كان هو فطير او جلاش. ان شاء الله الوصفه تكون بسيطه وتعجبكم. يلا بينا نشوف القمر ده اتعمل ازاي. ريت بس كده نشوف تسويته من تحت عامله ازاي، وكمان طبقاته من جوه وطالع قطعه بقطعتها كده. معايا لفه جلاش نص كيلو، معايا صينيه دهنتها كويس بالسمنه. انا رصيت 4 ورقات من لفه الجلاش، ما حطيتش سمنه ولا اي حاجه، وهبدا اضيف بقى سمنه. هضيف كده رشه كويسه كده من الزبده على ال4 ورقات اللي انا رصيتهم. غير المهلبيه كوبايتين لبن، 3 معالق من النشا. هبدا اقلبهم على البارد كويس جدا، وبعد كده ارفعهم على النار يغلى واوريهولكم. بدات تغلي كده، بصوا القوام تقل ازاي، بنطفي عليها. هنا رصيت المهلبيه في الصينيه على كل جلاش. رصيت بقيه الورق في الصينيه، هبدا اقطع بقى الصينيه. ايوه، وبعد كده احط كميه السمنه. وانا بعد ما قطعت صينيه الجلاش كده مربعات، هبدا بقى اضيف السمنه. هبدا اضيف كده كميه كويسه على القطع، كل قطعه كده اضيف لها كميه كويسه من السمنه، عشان انا ما بدهنش بين كل راق وراق والجوانب طبعا، لحد ما اشرب الجلاش كميه سمنه كويسه. بعد كده متاكدت ان الجلاش شرب كميه سمنه كويسه، هبدا ادخلها الفرن على درجه حراره 180. انا مشغلاه من 5 دقايق تخرج من الفرن واوريهولكم. بيخرج كده سخن جدا، بنديله الشربات بارد. بنوزع الشربات على كل الكميه، نسيبه يتشرب كل كميه الشربات. عايزينه طري بنغطيه، عايزينه ناشف بنسيبه كده ومنغطوش. كده اتشربت كل كميه الشربات، هنبدا بقى نحط لها المكسرات. حطيت هنا فستق وجوز هند. اتمنى الوصفه تكون بسيطه وسهله، وفكرتها سهله جدا. تحياتي، هتوحشوني، باي باي.